بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كده كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب. السنه الجايه كده كل واحد فينا يكون محقق اللي نفسه فيه. مش عارف انا الفيديو اللي فات كان حلو ولا كان وحش. بس اتمنى يعني ان هو يكون عجبكم، واتمنى اكون ان انا افدت يعني ناس كتير كانت بتسأل يعني من زمايلنا اللي هم لسه في اعدادي هندسة وكده. كانوا بيسألوا يعني انا ليه اختار قسم كهرباء باور وليه ما ادخلش مثلا اتصالات مثلا، او ادخل مدني او معماري او الاقسام دي كلها. طبعا انا حاولت بقدر الامكان ان انا اوضح يعني الموضوع بشكل مبسط وبشكل يعني يكون سلس علشان خاطر انت تفهم الموضوع. لان مهما تكون مثلا انت لسه ما درستش الحاجه فطبعا هتبقى مستغرب. يعني انا قعدت اقول كده مصطلحات في الفيديو اللي فات زي مثلا ديستريبيوشن وكنترول ومحطات ومش عارف ايه. فانت اكيد يعني استغربت الموضوع، يعني ايه ديستريبيوشن اصلا؟ يعني انا مش عارف يعني ايه ديستريبيوشن، او مش عارف يعني ايه كنترول، او مش عارف الكلام ده كله. فان شاء الله باذن الله يعني الفيديو ده هحاول ان انا اتكلم النهارده عن الديستريبيوشن. وهنتكلم بقى يعني بكل بساطة كده يعني ايه ديستريبيوشن اصلا، ويعني انت كمهندس كهرباء مثلا يعني ايه دورك في شركات المقاولات اصلا، وهتشتغل في ايه وايه اللي انت هتقدمه علشان خاطر تشتغل يعني في شركات المقاولات وكده. اول حاجه هنتكلم عنها هي introduction to construction field، هي مقدمه لمجال المقاولات. طبعا عشان نبقى عارفين ايه هو معنى كلمه distribution دي معناها هي كل حاجه بتيجي من بعد مرحله محطات المحولات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا عندنا الشبكه الكهربائيه بتاعتنا بتتكون من كذا حاجه. اول حاجه فيها هي الجنريشن، التوليد. بعد التوليد بيكون حاجه اسمها النقل والتوزيع، والنقل والتوزيع ده بيتم على مراحل وبيتم من خلال الترانسميشن لاين. طيب انا علشان اعمل عمليه النقل والتوزيع بتتم العمليه دي على مراحل كتيره. بيبقى عندي كذا ترانسفورمر في المحطه. كل الهدف من الترانسفورمرز دي بيبقى عندي مثلا انواع من الترانسفورمر ستيب اب وانواع تانية من الترانسفورمر ستيب داون. الترانسفورمر الستيب اب ده هو بيرفع لك الجهد، والترانسفورمر الستيب داون ده بينزل لك الجهد. بمعنى انك انت في كل منطقه سكنيه بيكون في حته كده اسمها المحول بتاعك. المحول ده اللي هو الترانسفورمر بكل بساطه. الفكره بقى من الترانسفورمر ده ان هو بيعمل ايه؟ ان هو الكهرباء بتبقى جايه على الترانسميشن لاين عاليه جدا، فهو بيعمل ستيب داون بقى، بيقلل لك الجهد بتاعها. فبيقلل لك الجهد لحد كام؟ لحد ال 220 فولت بتوعك اللي هو انت بتستعملهم في البيوت، اللي بقى بعد كده بتبدا تغذي البيت بتاعك بايه؟ بالكهرباء من خلاله، علشان ايه؟ تقدر تشغل بقى التكييف، او تشغل التلاجة، او تشغل الغسالة، او السخان، او تشغل كل الحاجات اللي بتبقى موجودة في البيت يعني. طيب الفكرة بقى من الديستريبيوشن ان احنا زي ما قلنا ان هو بقى كل حاجة بتيجي من بعد المحطات. كل حاجة بتيجي من بعد محطة المحولات اللي هي من بعد الترانسفورمر ده احنا بنسميه بالديستريبيوشن. يعني مجال الديستريبيوشن بيبقى خاص بالكونستراكشن فيلد. كونستراكشن فيلد يعني مجال المقاولات. مجال المقاولات دي هي بتبقى عبارة عن شركات. الشركات دي بتبقى هي مسؤولة عن تنفيذ مشاريع معينة، مباني مثلا زي مباني سكنية، أو إنشاء كباري، أو إنشاء يعني مثلا محطات مترو، إنشاء مشاريع زي مثلا المساجد، أو إنشاء مثلا عمارات منزلية. كل الحاجات دي بتبقى خاصة بيها شركات المقاولات. انت بقى كمهندس كهرباء باور بتشتغل في شركة من الشركات دي. طيب كل اللي انت بقى بتعمله ايه؟ اول حاجة، اي مشروع في الدنيا بيمر بعدة مراحل. اول مرحله بيسموها مرحله التصميم. طيب اول حاجه المفروض تسالني وتقول لي هو انا مثلا ايه اللي هيخليني كشركه مثلا شركه مقاولات انفذ مشروع معين؟ اكيد رغبه جهه معينه. مثلا انا دلوقتي راجل معايا فلوس وعايز اعمل مثلا وليكن يعني عايز اعمل مشروع معين. المشروع ده والله مثلا هو هعمل كام محل كده، وهعمل فوق كام دور، هيبقى مثلا بيوت ولا حاجه. طيب كل الفكره بقى ان انا مثلا كشركه، انت والله كمالك بتروح للشركه بتقول له والله انا عايز اعمل كذا كذا كذا. انت بقى كشركه بتعمل ايه؟
انت كشركه اول حاجه بتقعد مع المالك وتقعد تفهم منه ايه هي التفاصيل اللي هو عايز يعملها في المبنى. بتقول له والله مثلا انت المبنى بتاعك هيبقى كام دور. بتبدا بقى تساله الاسئله اللي هي انت عايز يعني هتبني عليها الحاجه بتاعتك. فبتقعد مثلا معاه تساله بقى مثلا والله انت المبنى بتاعك هيبقى كام دور، طيب الدور الاولاني هيبقى عباره عن ايه، طيب الدور الثاني هيبقى عباره عن ايه. وتبدا تحط له مقترحات من عندك. يعني مثلا هو قال لك والله انا عايز الدور الاولاني يكون عباره عن كذا كذا، فانت تقعد تقول له مثلا والله ده احنا عندنا عملنا كذا، توريه صور من شغلك قبل كده، علشان خاطر طبعا برضو الواحد لما انت بتوري له حاجات بيبدا هو والله ممكن حاجه تعجبه، فيبدا ان هو يشتغل من عليها والكلام ده كله. فبكل بساطه عشان نرتب المعلومات زي ما اتكلمنا، اول حاجه ان هو بيبقى في مالك عايز ينفذ مشروع معين، فبيبدا ان هو يروح لمكتب استشاري لعمل تصميم للمشروع. ليه؟ لان اي مشروع في البدايه لازم بيمر بمرحله اسمها مرحله التصميم. فمكتب استشاري التصميم بيقعد مع المالك، بيبدا يفهم دماغه رايحه لفين، ويبداوا هم بقى يقترحوا عليه من شغلهم اللي هم عملوه قبل كده، علشان خاطر لو في حاجه مثلا ممكن تضيف للفكره، في حاجه مثلا تكون قريبه للفكره اللي في دماغ المالك اللي عايز ينفذ المشروع. طيب مكتب الاستشاري بتاع التصميم بيكون فيه مهندسين كتير ومن انواع كتير. يعني بيبقى فيه مهندس معماري، مهندس مدني، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، بيبقى فيه مهندسين كتير يعني. بيبقى فيه مقاول ومقاول باطن وسهرية كبيرة يعني. طيب أول حاجة مهندس المعماري. المهندس المعماري كل اللي هو بيعمله ان هو بيعمل اللوحات التصميميه للمشروع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو والله بيعمل اللوحه بتاعه المشروع وبيبدا يظبطها، وبيقعد طبعا مع المالك وبيفهم دماغه هو عايز ايه، وبيبدا بقى يحط مثلا الشبابيك هيحطها منين، بيبدا بقى يحط مثلا التهويه بتاعه المبنى. وطبعا دي مهمه جدا جدا، حوار التهويه بتاع المبنى ده. يبدا مثلا يحط له الديكور بتاع المبنى، ودي طبعا حاجه مهمه ومن مهمه الانتيريور ديزاين ان هو يطلع مبنى يكون مثلا لو انت بتعمل فيلا مثلا، فكانتيريور ديزاين طبعا هتبقى عايز تعمل شغل هايل، فبتبدا انت تشتغل على النقطه دي. فبعد ما المهندس المعماري بيخلص عمل تصميم المشروع، انت بقى بيجي دورك كمهندس كهرباء باور. اول حاجه لازم يبقى فيه تنسيق بينك وبين المهندس المعماري ومهندس الميكانيكا ومهندسين الميكانيكا اللي ماسكين المشروع. ليه بقى؟ علشان خاطر مثلا انت هتقعد مع المهندس المعماري والله هتقول له تعالى يا باشمهندس كده فهمني نوع الحيطه اللي موجوده دي ايه. لان طبعا مهندسين المعماريين والله دايما بيبقى فيه تطورات في شغلهم. يعني مثلا ممكن يكون عامل لك حيطه معينه ازاز، ممكن يكون حيطه مثلا بس يعني فيها ديكور معين مثلا معموله بخشب، فانت مثلا مش هتعرف تعلق فيها تحط فيها السوكيتات بتاعتك، او مش هينفع تحط فيها مفاتيح بتاعتك. فاهم قصدي؟ عشان الكلام ده كله انت يعني ممكن اصلا تبني التصميم بتاعك كمهندس كهرباء للمبنى، وبعد كده تبقى قاعد مثلا مع المالك وانت بتوضح له، فتلاقي مهندس المعماري يقول لك ايه ده يا باشمهندس، ده انت موزع هنا والحيطه دي مش عارف ايه. تلاقي نفسك بص الدنيا كلها باظت. فلازم حته التنسيق ما بينك وما بين المهندسين اللي شغالين معاك في المشروع دي مهمه جدا جدا جدا. تمام. طيب بتقعد طبعا برضو مع مهندس الميكانيكا وتفهم منه الاحمال الميكانيكيه اللي موجوده في المشروع بتاعك ايه هي نوعها. طيب انت جايب التكييفات بتاعتك نوعها ايه. طيب والله مثلا انت عندك المبنى ده مثلا لو مطعم مثلا، فبيبقى عندك مثلا مكان للثلاجات، مكان للغسالات مثلا، لو المكان فيه مثلا غسالات اطباق ولا حاجه، فالمكان ده انت عايز طبعا تغذي كل الحاجات دي، ويبقى فيه مخارج انك تغذي كل الحاجات دي بالكهرباء. فانت بتقعد معاه علشان خاطر تفهم منه كل الحاجات اللي بتبقى موجوده في المشروع. فاحنا اتكلمنا عن حته التنسيق ما بينك وما بين المهندسين، دي حته مهمه جدا جدا جدا، لازم انت تبقى فاهمها. ده كل الفكره، انك انت بقى بيجي دورك انت بقى كمهندس كهرباء انك انت بقى بتعمل اللوحات التصميميه لتنفيذ المشروع برضو. يعني ايه لوحات تصميميه برضو؟ ما اصل انت مهندس، انت كده مهندس المعماري بيعمل لوحات تصميميه،
تمام. ومهندس الميكانيكا بيعمل لوحات تصميميه، ومهندس الكهرباء بيعمل لوحات تصميميه، بس كل واحد بيعمل لوحات تصميميه مختلفه عن التاني. يعني واحد بيعمل تصميمات لوحات تصميميه يعني ايه كديكور، واحد تاني بيعمل لوحات تصميميه لاحمال ميكانيكيه هتبقى موجوده في المكنه في المبنى. واحد تالت بيعمل لوحات تصميميه اللي هو المهندس الكهرباء يعني بيعمل لوحات تصميميه هتبقى موجوده في المبنى بقى ان احنا هنغذي المبنى بتاعنا ازاي. فبيبدا بقى دورك كمهندس كهرباء انك انت بقى بتبدا تعمل شويه حاجات كده في المبنى، انك انت بتبدا تاخد البلان بتاع المعماري من المهندس المعماري، وتبدا انت بقى تظبطه، وتبدا بقى دورك انك انت تبدا بقى ايه عمليه توزيع السوكيتات وعمليه توزيع المفاتيح اللي هتبقى في المبنى، وتبدا بقى توزع الكشافات اللي هتبقى في المبنى. وكل الحاجات دي بتبقى انت كل اللي انت بتعمله دلوقتي ايه، دي مرحله ايه، مرحله تصميم. يعني انت بعد ما بتخلص مرحله التصميم دي اصلا بنقعد مع المالك، فبتقول له والله مثلا احنا في اوضه معينه حاطين 4 كشافات، الكشافات دي نوعها كذا 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 وسعرها هيكون كذا، وتقول له بقى التفاصيل. فهو مثلا كمالك لو هو مثلا مش عاجبه الكشافات دي عايز يحط اغلى، انت طبعا هتلغي شغلك كله، لان ده المالك هو اللي هيدفع الفلوس، فانت فاهم يعني شغلك كله هيتلغي عادي جدا هو لانه هو اللي هيدفع الفلوس. انما مثلا لو هو طبعا موافق يبقى هو راجل تمام. بس انت طبعا انت كمهندس كهرباء انت دايما بتحط نفسك في السيف سايد، يعني انت خلي نفسك يعني ايه، حط الكشافات اللي هي تبقى كويسه من ناحيه الكواليتي، من ناحيه العمر الافتراضي طبعا بتاعها لازم يبقى حاجة كويسة، ويكون سعرها برضو يكون مناسب، يعني ما يكونش سعرها مبالغ فيه ولا تجيب حاجة تعبانة، انت تجيب حاجة في المتوسط تكون كويسة علشان خاطر ما يحصلش خلاف بعد كده، وفي المرحلة من اللي هي مراحل انك انت تعرض على المالك الشغل اللي انتوا خلصتوه. يبقى احنا كده اتفقنا ان مهندس الكهرباء بقى في لما هو بيشتغل في مكتب استشاري لعمل تصميمات هندسية للمشاريع، كل الفكرة ان هو بيعمل لوحات تصميمية برضو للأحمال الكهربية اللي هتبقى موجودة في المبنى. هاو بقى ازاي احنا بقى بنعمل الكلام ده؟ الكلام ده بقى ده محتاج كورس كبير، وبص بقى ده عمره ما هيبقى في فيديو واحد ولا في حلقة واحدة، ده سهرية كبيرة جدا ومحتاجة شرح كبير جدا. وده ان شاء الله بإذن الله انا هحاول ان انا اعمل كورس، هيبقى كورس ديستريبيوشن وكورس كنترول زي ما اتفقنا وكورس محطات وكل الكلام ده ان شاء الله باذن الله هيبقى كورسات مجانيه، وان شاء الله باذن الله هتكون كويسه جدا. كل اللي انا محتاجه منك بس انك انت تبدا تقعد تتابع بس الفيديوهات اللي انا هنزلها، فيديوهات والله العظيم بجد هتبقى مفيده ومجانيه. الكلام ده كله كلام بفلوس، يعني محدش هيقول لك الموضوع كده، يعني انا بقول لك انت ممكن تعمل واحد اتنين تلاته عشان تبقى مهندس كهرباء ناجح من الاخر. فانت عشان يعني ايه، يعني انا باثر عليك طريق، يعني انت دلوقتي وانا يعني زيك كده وانا في اعدادي هندسه وانا في سنه اولى انا ما كنتش اعرف كل الكلام ده كله انت بتعرفه مع الوقت مع الخبره، لما بتنزل تحتك بناس تقعد مع ناس تفهم منها اكتر، تبدا تنزل تدريبات في اماكن مختلفه، كل الكلام ده بيضيف لك انت اكسبيرينس كويسه. فاحنا كده اتفقنا ان مهندس كهرباء طبعا في بيبدا يعمل في بدايه المشروع اللوحات التصميميه بتاعه المشروع. طيب بعد كده لو انت بقى مثلا ربنا كرمك واشتغلت مع مكتب استشاري تنفيذ بقى، تنفيذ يعني احنا هننفذ المشروع على ارض الواقع، انت بيبقى دورك ايه؟ دورك انت كمهندس كهرباء انك انت بقى هتاخد اللوحات اللي المهندسين بتوع التصميم عملوها، مهندسين الكهرباء بتوع التصميم عملوها، وهنبدا بقى نطبقها على ارض الواقع. يعني احنا اول حاجه هنبني المبنى، بعد كده هنبدا ان احنا بقى هننزل باللوحات بتاعتنا معانا العمال والفنيين بتوعنا، هنقعد نقول لهم والله العظيم انت هتعمل واحد اتنين تلاته في المكان الفلاني، انا عايزك تعمل لي في المكان الفلاني ده سوكيت واتنين وتلاته، عايزك تعمل لي في المكان الفلاني ده مفتاح واتنين وتلاته. هتبدا تقول له بقى على كل الحاجات اللي انت عايزها، يبدا هو الفني يعمل الكلام ده. بعد كده برضو لو انت اشتغلت في شركه من الشركات اللي هو اصل المالك بيتعاقد مع شركه بتاعه تصميم، وقصدي مكتب استشاري تصميم ومكتب استشاري تنفيذ ومكتب استشاري لمراقبة المشروع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو بيتعاقد مع مكتب استشاري هيتابع بعد ما انت بتخلص المشروع وبتنفذ المشروع، بيبدأ يتابع بقى هل الحاجات اللي احنا نفذناها دي مطابقة للي احنا اتفقنا عليه ولا هي مش مطابقة. دي الفكرة كلها. انت برضو كمهندس كهرباء ممكن تشتغل في حاجة من الحاجات دي، يبقى انت كده ليك ممكن تشتغل مثلا كمهندس تصميم، ممكن تشتغل كمهندس تنفيذ، ممكن تشتغل كمهندس في مراجعة مراجعة اللوحات بعد ما بنخلص المشروع. طيب
هي خلصت على كده؟ يعني انت كده دورك خلص في الديستريبيوشن؟ لا، ده انت دورك اكبر من كده كمان، ده لسه في حاجات كتيره في الديستريبيوشن ممكن انت كمهندس كهرباء تعملها. طيب انت كده دورك خلص في الديستريبيوشن كمهندس كهرباء؟ لا طبعا، لسه في ادوار كتيره ممكن تشتغل برضو فيها في مجال الكونستراكشن فيلد. ما هو اصل مجال الكونستراكشن فيلد ده، انا لما اقول لك مجال الكونستراكشن فيلد ده مش مجال صغير، معلش هي مش حاجه صغيره احنا بنعملها تعالى احنا بنعمل واحد اتنين تلاته وخلاص كده، لا ده مجال كبير، مجال كبير واكبر مما انت متخيل. انا بس كل اللي انا بقوله لك ان انا بوضح لك يعني ايه كلمه ديستريبيوشن، وانت هيبقى دورك عامل ازاي، وبعد كده انا هاخدك لمرحله هتبقى اكبر ان شاء الله باذن الله في الديستريبيوشن. هبدا بقى اقول لك احنا بنعمل ايه في الديستريبيوشن، وايه هي خطوات التصميم، ايه هي خطوات التنفيذ، ايه هي خطوات المراقبه المتابعه يعني على المشروع مطابق للمواصفات ولا لا. طيب دورك ايه كمان في في شركات المقاولات؟ انت ممكن تشتغل مثلا كسيلز انجينيرنج، او بري سيلز، او تكنيكال اوفيس انجينير، او بيسموها حاجه اسمها الانسيوليشن انجينير. طيب السيلز انجينير والبري سيلز الاثنين دول خاصين بانك انت بص، يعني احنا كنا قايلين في الاول انت بتعمل لوحات تصميميه للمشروع، وانك انت بتختار كشافات معينه والكلام ده. طيب بتيجي انت بقى كمهندس كهرباء ممكن تشتغل ك فيندور ليست. الفيندور ليست دي قائمه بالموردين. يعني ايه قائمه بالموردين؟ قائمه بموردين هم بيجيبوا لك الماتيريال اللي انت هتشتغل منها، يعني بيجيب لك الكشافات، بيجيب لك المواسير، بيجيب لك الاسلاك. انت فاهم قصدي؟ فانت بقى ممكن تشتغل في الحته دي، والحته دي فيها فلوس بنت لذينه. يعني انت لو اشتغلت في حاجه زي كده انت ممكن تبقى احسن من انك انت تشتغل في شركه وتقعد تعمل لوحات تصميميه ولوحات تنفيذيه والكلام ده. انت لو اشتغلت بس طبعا الموضوع ده بيبقى محتاج طبعا ايه مجهود كبير، عشان يعني ايه تاخد ثقه الناس وتبدا تشتغل معاهم وتخش معاهم في مشاريع. الكلام ده طبعا ايه بيبقى محتاج مجهود كبير جدا. يعني هو الموضوع مش مستحيل بس محتاج مجهود كبير جدا. فانت كل الفكره بقى انك انت بتبقى عباره عن مورد، بتجيب الكشافات دي وتجيب الاسلاك وتجيب الايه المواسير والكلام ده كله. طيب التكنيكال اوفيس ده بقى اللي هو مهندس مكتب فني. مهندس مكتب فني ده هو ان هو بيبقى مهندس يعني ايه بيتابع الخطوات بقى بتاعه المشروع تم تنفيذها ازاي. طب احنا عملنا ايه؟ طب الحاجه دي اتنفذت بالشكل اللي احنا كنا متفقين عليه ولا لا؟ طيب الكلام ده مش عارف ايه، كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي هي دي بتاعه التكنيكال اوفيس انجينيرنج. طيب الانسيوليشن انجينير بقى، الانسيوليشن انجينير ده اللي هو مهندس تركيبات. مهندس التركيبات ده بقى هو اللي بيركب الحاجات. بس طبعا انت كمهندس انت مش هتركب حاجه بايدك، انت كل الفكره ان هو بيبقى معاك تيم من الفنيين. انت بتبقى مثلا انت عباره عن الليدر بتاعهم، بتبدا تقول لهم احنا مثلا بتخش على مشروع معين، بتبدا انت تبقى مسؤول عن تركيب عن تركيب الحاجات في المشروع. يبقى احنا كده نلخص بقى كل الموضوع. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الديستريبيوشن بشكل عام، وقلنا ان الديستريبيوشن هو عباره عن كل حاجه بتيجي بعد محطه المحولات. يبقى احنا كده بكل بساطه عشان ما نبقاش تهنا مع بعض، احنا اتكلمنا النهارده عن ايه؟ اتكلمنا عن يعني ايه ديستريبيوشن، اتكلمنا عن يعني ايه مجال الكونستراكشن فيلد، اتكلمنا عن انت كمهندس كهرباء دورك بيبقى عامل ازاي في مكتب استشاري تصميم ومكتب استشاري تنفيذ وإدارة المشروعات، اللي هي بتبقى عبارة عن مراجعة المشروع، وبتشوف ان هو هل المشروع مطابق للمواصفات اللي احنا اتفقنا عليها مع المالك ولا لأ. وفهمنا دورك مش بيبقى محصور في الحتة دي بس، كمان بيبقى محصور طبعا في حاجة اسمها السيلز انجينيرنج والبري سيلز والتكنيكال اوفيس انجينيرنج، واتكلمنا على الانسيوليشن انجينير. تمام؟ يبقى احنا كده كل الكلام ده احنا اتكلمنا عنه في بداية الفيديو. طيب نلخص بقى الكلام كله كده بكل بساطة. احنا اتكلمنا اول حاجة، يبقى احنا كده بس نستنتج من الكلام اللي احنا قلناه ايه؟ نستنتج من الكلام اللي احنا قلناه ان اطراف المشروع بتبقى عبارة متمثلة في الآتي: أول حاجة المالك، تاني حاجة مكتب استشاري تصميم، لأن أنا قلت في البداية إن المشروع أول حاجة بيمر بيها المشروع هي مرحلة التصميم. يبقى مالك، بعد كده مكتب استشاري تصميم، بعد كده مكتب استشاري تنفيذ، بعد كده إدارة المشروعات، بعد كده حاجة اسمها المقاول العام. والمقاول العام ده بيشمل بقى مقاول باطن، بيشمل المهندسين والمشرفين، بيشمل العمال والفنيين، وبيشمل الموردين. في معلومة أنا عايز أقولها، أنا قلت من شوية في حاجة اسمها الفيندور ليست، وإن الفيندور ليست دي هي قائمة بالموردين، وإنك أنت ممكن تشتغل في إنك أنت تورد الكشافات والمواسير والأسلاك والكلام ده كله.
الكلام ده تمام وزي الفل، ما فيهوش اي حاجه، بس عشان بس تبقى فاهم ان الفيندور ليست دي انت مش بتبقى بمزاجك، عشان انا قلت لك ان الموضوع انك انت تشتغل كسيلز انجينير او بري سيلز بيبقى مهم او بيبقى صعب شويه. ليه؟ لان انت بيبقى في اتفاقية ما بين المالك وما بين مكتب الاستشاري بتاع التنفيذ على الموردين اللي انت هتجيب لي منهم الماتيريال اللي انت هتعمل لي بيها المشروع. بيبقى في اتفاق بعقود هتجيب لي الموردين دول. لان اصلا في بدايه المشروع انت اصلا عشان انت كشركه مقاولات بتكسب المشروع وتتم تنفيذه، انت بيبقى في شركات كتيره اصلا مقدمين على المشروع، فبيحصل بقى حاجه اسمها المناقصه والممارسه والكلام ده، ودي وحته انا هتكلم عنها في فيديو خاص بيها، ايه الفرق ما بين كلمه المناقصه وكلمه الممارسه، بس هتكلم عنها في كورس الديستريبيوشن ان شاء الله باذن الله. بس الفكرة كلها ان هو مثلا انت لو كشركة مقاولات انت فزت بالمشروع ده عشان تنفذه، بيبقى طبعا في انت لما بتيجي تقدم للمالك في الاول بتقدم حاجة اسمها عقد فني بالمشروع، بالمواصفات الفنية اللي انت هتعملها بالمشروع، وعقد مالي. فكل الفكرة ان كل شركة من شركات المقاولات بتقدم عقد، يعني مش عقد، يعني بتقدم مواصفة فنية بالمشروع ومواصفة مالية بالمشروع. يعني ايه مواصفة مالية ومواصفة فنية؟ المواصفة الفنية والله انا مثلا هعمل لك المشروع بالكواليتي الايه المعين ده، وهعمل لك المشروع برضو بالسعر المعين ده. فبيبقى شركات كتيرة طبعا مقدمين، كل واحد فيهم بيقدم مواصفة فنية ومواصفة مالية، وفي الاخر المالك بيختار بناء عن المناقصة او الممارسة اللي بتتم. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا عن اطراف المشروع، عرفنا ايه هم اطراف المشروع، عرفنا يعني ايه ديستريبيوشن، عرفنا انت دورك ايه في مجال المقاولات كمهندس كهرباء، عرفنا دورك المختلف في كل حاجة من الحاجات دي طبعا. وان شاء الله باذن الله خلال الفترة اللي جاية انا هبدا اعمل كورس ديستريبيوشن. هيبقى اول حاجه كورس ديستريبيوشن خاص بالتصميم، بعد كده كورس ديستريبيوشن خاص بالتنفيذ والشوب دروينج، وهيبقى في حاجه طبعا اسمها ريفت، وازاي تستخدم الريفت والكلام ده كله، علشان دي كلها حاجات مهمه جدا 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 انت لازم تبقى عارفها. عايز اضيف برضو معلومه اخيره في الفيديو ان شاء الله، اني اي مشروع زي ما احنا اتكلمنا عن اطراف المشروع، هنتكلم بقى عن المراحل اللي بيمر بيها المشروع. اي مشروع في الدنيا خلقه ربنا بيمر ب5 مراحل. اول مرحله اسمها البري ديزاين، تاني مرحله اسمها الكونسبشوال ديزاين، تالت مرحله اسمها السكيماتيك ديزاين، رابع مرحله اسمها الديتيلد ديزاين، خامس مرحله والاخيره اسمها التندر ديزاين او الاي اف سي. ان شاء الله باذن الله هعمل فيديو هتكلم فيه عن ال5 مراحل دول. كل مرحلة انت كمهندس كهرباء في مرحلة التصميم يعني بتعمل ايه في كل مرحلة دول، ايه هي المعلومات اللي انت بتجمعها من المالك في ال5 مراحل دول ان شاء الله بإذن الله. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ومش عايز اخلي مدة الفيديو تبقى اكبر من كده، بس ان شاء الله باذن الله يعني اتمنى ان انا اكون وضحت كل حاجة خاصة بمجال الديستريبيوشن، واتمنى برضو ان انا اكون قدرت ان انا افيدكم بمعلومات قيمة ومعلومات تكون بسيطة واسلوبي يكون سهل ومبسط يعني في الشرح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بقى خلال الفتره اللي جايه، يعني خلال الحديث اللي جاي عن الديستريبيوشن بالتخصيص، يعني هتكلم بقى عن انت كمهندس كهرباء في مجال التصميم هتعمل عمليه التصميم ازاي، وهنتكلم في مجال التنفيذ انت هتنفذ المشروع ازاي. ولو انت مثلا اشتغلت مع اداره مشروعات وانك انت بتراقب بقى او بتراجع المشروع هل هو مطابق للمواصفات او لا، هقول لك هتعمل الايه الكلام ده ازاي. كل الكلام ده ان شاء الله باذن الله هيجي مع الوقت. كل الفكره ان انا بس حابب اوضح لك انت يعني ايه ديستريبيوشن، علشان تبقى فهمت المصطلح كويس، وتبقى فهمت يعني ايه اللعبه ماشيه ازاي او الحكايه مش ماشيه ازاي. اتمنى ان انا اكون وضحت كل حاجه في الفيديو ده، واتمنى ان شاء الله باذن الله انك انت تفضل متابع معايا، وان شاء الله باذن الله ان الفيديوهات الجايه بوعدك ان الفيديوهات الجايه هتبقى احسن واحسن، وهيبقى فيها كميه معلومات مفيده جدا جدا جدا. وشكرا.